السلام عليكم اصدقاء ديالي. اليوم غنشوفوا فيديو فيه اعلام جزائري كيتحدث على الهزيمه ديالو وكيقولوا بان المراركه بهدلونا. اجي معايا نشوفوا هذا الفيديو ونطلقوا عندنا. سيداتي ونسي سادتي، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من اعداد 100% كرة القدم 100% فوت كالعاده، مع المحاور اللي تعودتوا عليها. تصريحات الاسبوع، القسم الاول او المحترف الاول وتسويه الرزنامه. لقاء واحد لعب نهايه هذا الاسبوع. شبيبه القبائل تقفز الى المرتبه التي تريحها قليلا طبعا امام مولودية البيض. كأس الجمهورية وعدم وجود لحد الآن أي مفاجأة. المنطق احترم كما قلت. البطاقة الحمراء، المحترف أو القسم الثاني، واتضاح الأمور في مجموعة وسط شرق، في حين وسط غرب الأمور ما زالت على حالها، والرياضة الآن لترجي مستغانم. المحترف الأول كما قلت، لكن سنتحدث أيضا عن نكسة المنتخب الوطني والمنتخبات الشبانية في البطاقة الحمراء، وأيضا في مواضيع أخرى تتعلق بما يحدث لكرة القدم الجزائرية. نرحب بمحللينا. مساء الخير علي بن شيخ، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. زلف اللون. راح لك شوية زعاف تاع نهار الخميس بعد النكسة والكارثة تاع المنتخب. كارثة كاتاستروف ناسيونال. راح لك شوية زعاف شوية ولا ما زلت شوية؟ راح لي ما زال شوية. أنا عم بالي يطيحوا قرارات. باسكو كونت اون يشو في توت لي كاتيجوري سي تري غراف. واش صاير في بلادنا لوجيكمون يبداو يطيحوا القرارات. لحد الآن لا يوجد أي قرار. ما كاين والو. سافو دير دوك نقول لك حنا في لو سول بيي او موند و انا باناليزي ليشيك. ليشيك صح. ولا حاجه عاديه ولا حاجه عاديه. اي اون نو بو با افونسي. وما نجموش نافونسي في اي ميدان. باسكو ما تقوليش غير في السبور. نو ابارتير دو مون باناليز ليشيك خلاص نرجعوا عاديه. صادر في كل حاجه تصرى كيف. نعم. اي لا سي تري غراف. نعم. على كل حال سنتحدث بالطول والعرض عن ما يحدث في منظومتنا الكرويه، ولو اننا نتحدث منذ قرابه 10 سنوات. هذه حصه 100% فوت، اي مكتوب فيها السنه التاسعه، 9 سنوات كامله ونحن نتكلم عن المنظومه الفاسده، لكن لا شيء تغير، وهذا مالوريزمو. على كل حال نرحب بامين اقصاص. مساء الخير، اهلا وسهلا بك امين. مساء الخير رضوان وعلي مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا بمحمد قاسي سعيد. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور رضوان. كيف عشت الاجواء تاع النكسه التي حدثت لمنتخب اقل من 17 سنه؟ الامور كانت موجعه شويه، يعني ما تقبلناهاش. كانت منتظره رضوان، منتظره، لكن ماشي بهذا الجيف هكذا بالسقله هذه. كانت منتظره. كنا عارفين باللي راح ناخذوا سقله كبيره. انتم تكلمتوا بالتفاصيل اليوم الخميس، ولكن لم الحياه تنادي. شوف مازال لا حياه لمن تنادي. لا حياه لمن تنادي. مازال نفس الاشخاص اللي منذ لما يهضروا على منظومه نتفاهموا. المنظومه لو سيستيم هذا، لو سيستيم لازم يروح تاع الفوتبول. نعم. كاع الناس اللي تشارك في هذه المنظومه هذه لازم تروح، لان اليوم فشلتوا. لو كان نبداو نحسبوا لكم الفشل ديالكم، راهم المنتخب الاول حتى المنتخب الاخر تاع اقل من 17 سنه. نعم. كلكم فشلتوا، ولكن تلقى نفس الناس مازالهم قاعدين. صح. وربما يمشيوا هذوما، ولكن يجيو الناس اللي كانوا من قبل. نعم، وانا نوافقك الراي انه البعض يعطي دروس. البعض كانوا في هذه المنظومه وعملوا حتى في لاديتيان، وعملوا حتى في مختلف المنتخبات الوطنيه، ونشاهدوهم الان في البلاطوات يتحدثون يتحدثوا على الحلول وكانهم ما يسالوش فيما حدث. انت كنت في المنظومه هذه الفاسده، لماذا اليوم تعطينا دروس؟ على كل حال راح سنتكلم عن كل هذا، لكن بعد تصريحات الأسبوع. جينجل ونعود. تصريحات الأسبوع يجمعها لنا كالعادة زميلنا عبد الرحمن علاق النشيط جدا، والذي بحث عن أهم التصريحات التي نشاهدها في هذا التقرير، ثم نعود لمناقشة ذلك. مثلما عودناكم في فقرة تصريحات الأسبوع، رصدنا لكم أهم التصريحات التي ميزت الأسبوع الفارط وخلفت تصريحات مثيرة للجدل والبداية.